كأس الاتحاد الأفريقي من الكوكب المراكشي عقب التغلب عليه ب3-1. الهدف الأول في المباراة حمل توقيع اللاعب يوسف الكناوي من ركلة جزاء في الدقيقة 22. قبل أن يعدل الكوكب النتيجة من ركلة جزاء أيضا نفذها لاعبه محمد الفقيه بنجاح، معيدا المباراة إلى نقطة البداية، لكن المهاجم عبد السلام بن جلون عاد ليمنح الفتح التقدم من جديد عندما دون الهدف الثاني مع مطلع الجولة الثانية. بعدها جاء الدور على اللاعب محمد فوزير لتدوين الهدف الثالث في الدقيقة 67. من أجل الخروج من المغربية في كأس الاتحاد الأفريقي بين الكوكب المراكشي والفتح الرباطي، ومعنا من ملعب مراكش مراسلنا ياسين معرش. ياسين، مساء الخير. إذا الفتح اليوم فتح الأبواب أمام تصدر المجموعة الثانية بفوز من ملعب مراكش، كيف كانت ردود الفعل بعد هذا الفوز الهام للفتح يا ياسين؟ بالفعل زميلي يحيى، قمة المغربية يحسمها الفريق الرباطي، فريق الفتح الرباطي، وهو الذي يحقق هذا الانتصار الهام بالأداء بالنتيجة وكذلك بعدد مهم من الأهداف. ونعلم جيدا التأهل إلى الدور القادم المربع الذهبي، كل فريق يحتاج عدد مهم من الأهداف من أجل التأهل وعدم دخول الحسابات الضيقة. إذن بالنسبة للفتح حقق نتيجة جيدة، حقق انتصار مهم جدا. كان لي لقاء مع محمد فوزير مع ياسر جاريسي لاعبي الفريق الرباطي الفتح الرباطي، سعادة كبيرة، وكذلك كان هناك رضا على الأداء، خصوصا وأن بعد الفوز بلقب الدوري المغربي كل التركيز كان على كأس الكونفدرالية. كان الفوز الأول على حساب الأهلي الليبي في الرباط، تعادل مهم جدا ونقطة ثمينة من أرض النجم الرياضي الساحلي لتأتي هذه المباراة ويأتي هذا الانتصار الثاني بعد انتصار أول وتعادل. تصدر الفريق بجدارة واستحقاق، وأمامه فرصة ربما للتأهل المبكر للمربع الذهبي عندما يستضيف الكوكب المراكشي بعد 10 أيام هناك في العاصمة الرباط، وبالتالي أمام رجال المدرب وليد الركراكي فرصة مواتية جدا لتحقيق التأهل المبكر للمربع الذهبي، وبالتالي يعتبر فريق أو بروفايل لفريق يمكن أن يحقق اللقب، وهذا ليس بالغريب على فريق الفتح الرباطي الذي حقق اللقب في السابق. ياسين، يعني ربما هذه النتيجة يعني تصعب الأمور على الأندية المنافسة في هذه المجموعة، ونتحدث عن النجم الساحلي والأهلي طرابلس، وبالتالي يعني هي تصب في صالح الأندية المغربية، يعني ربما نشاهد ناديان مغربيان يتأهلان عن هذه المجموعة. بالفعل زميلي يحيى، بعد هذا الفوز يتسع الفارق بين أندية النجم الرياضي الساحلي والأهلي الليبي مع فرق الصدارة أي الفتح الرباطي والكوكب المراكشي. ربما يحتاج الآن النجم الرياضي الساحلي أن يفوز في مباراته القادمة على حساب الأهلي، لكن في حال عدم تحقيق الانتصار ربما تعتبر الأمور معقدة جدا، خصوصا إذا تمكن فريق الكوكب المراكشي من تحقيق نتيجة إيجابية في الرباط، وبالتالي يبقى الفارق الآن حاليا هو 5 نقاط بين النجم الرياضي الساحلي والكوكب المراكشي، أي بين الثالث والوصيف، وبالتالي تعتبر ربما النتائج القادمة مهمة جدا، خصوصا الكوكب المراكشي في حال تحقيق نتيجة إيجابية أو على الأقل التعادل في المباراة القادمة، أو في حال تعادل المباراة القادمة التي ستكون بين النجم الرياضي الساحلي والأهلي الليبي هناك في تونس. أشكرك جزيل الشكر مراسل